هناك بعض الممارسات التي تزيد فرصة حدوث الإمساك، والكثير من الناس يعاني من الإمساك بسبب هذه الممارسات البسيطة جدا. منها أول شيء اللي ما يمشي، باختصار ما يمشي بطنه. كثير من الناس يراجعون بالعيادة يقول له دكتور أنا رياضي ويشيل حديد مثلا، لكن رفع الحديد أو رفع الأثقال ليست من الرياضات التي تساعد في علاج الإمساك، لأنها ما فيها مشي في مكانك تتحرك، إنما المشي هو اللي يمشي البطن. إذا ما تمشي ما يمشي بطنك. المشي من العلاجات البسيطة والسهلة جدا لعلاج الإمساك، هذا سبب الشيء الأول. الشيء الثاني، في كثير من الناس يهمل إشارة مهمة جدا. أول ما تقعد من النوم الصبح غالبا يعطيك الجسم إشارة بالذهاب إلى دورة المياه تكرم لإخراج الفضلات، لكن كثير من الناس يهمل هذه الإشارة. مع الوقت يفقدها الجسم. الإشارة اللي تستخدمها في الجسم تتطور، والإشارة اللي تهملها تضمر مع الوقت. بالتالي ممكن أن تعيدها لنفسك. إذا قعدت الصبح حسيت بإحساس لازم تذهب إلى دورة المياه، لا تؤجل هذه الإشارة واذهب إلى دورة المياه، لأن ذلك يساعد في علاج الإمساك ويطور لديك عادة طبية وعادة صحية سيئة ممتازة. الأمر الأخير هو أن الشخص، بعض الناس عندما يأكل خلال نصف ساعة تذهب إشارة من المعدة إلى القولون لإفراغ محتوى القولون. الأكل الجسم يقول للقولون في أكل قادم في الطريق ففرغ محتواك، لكن أغلب الناس يهمل هذه الإشارة، ما يروح دورة المياه، تختفي خلال ربع ساعة لنص ساعة، ومع الوقت تضمر ولا تحس بها مرة أخرى. بالتالي إذا تناولت وجبة وأحسست بإحساس الذهاب إلى الحمام لا تؤخر هذه الإشارة ولا تهملها، لأنها ممكن تضمر على المدى البعيد.